ماما ماما، بابا جاي ورايا وشافنا على السلم. شافك قلت له ده ايه ده؟ ايه يا عم؟ لا كده كان راح فين؟ كان نازل لتيت. كنت منزلاها اطلع كده. فين؟ كنت منزلاها لامك علشان هتحطه للطيور مع الاكل اللي باقي منك الصبح وانت رايح الشغل. يعني لو الاكل ده نزل للطيور هيطلع يجري قدامي اول ما يشوفني؟ لا، ما انا كنت منزلاها عشان ينزلوا لامك تحط اكل الطيور. هو يوم من امتى بتطلع حاجه للطيور؟ ما انت اللي بتطلع حاجه للطيور من امتى؟ طيب مش انا يا يوسف كنت مديك تنزله لستك؟ كنت في لا. ايه؟ انت خضتني. انت كنت مديهاني انزلها تاكله بقى الاكل. لا انا مش هكدب. ابنك مش هيجدد. ليه؟ يوم بتاكل البواقي من امتى؟ لا يا عبدو، امك هتاكل بواقي ايه؟ ما يا يوسف انا قايله لك انت يا حبيبي. كلامك معايا انا مش مع الولد. وانت كل يوم بتنزلي بواقي الاكل لامي؟ لا ما بنزلش بواقي الاكل لامك. انا لقيته الاكل حلو قلت اه عادي، لو كلته ما كلتوش حط له الطيور. انا كان قصدي كده. ما ده انت كنت قالت لي خد نزله لتيتا عشان مكسله اعمل لها اكل. وامبارح وقبله الاكل بتاع كل يوم ده البواقي بتاع الاكل. اعمل فيك ايه؟ طب ما ايه المشكله يعني؟ هو يعني هرمي الاكل؟ طب ما هو بواقي، ما تاكل الاكل، ايه المشكله؟ امي بتاكل هي مش دي البواقي؟ نعمه؟ انت ترضي تحط لامك بواقي الاكل؟ هي امي يعني بتيجي عندي هنا الا كل رد عليا. حتى لو جاتلك وانت عندك الاكل ده هترضي تحطه لها ولا تروح تفتحي التلاجه تطلعي لها الفراخ واللحمه وتعملي لها احسن اكل؟ طب اسكت عشان الولا ما تزعلش قدام الولا. يا زعل اطلع يا يوسف بره. روح ذاكر. في ايه؟ انت اللي في بتزعلي ايه؟ قدام الولا كده ليه؟ ازعقلك واكسر عظمك طب قدامه وانا بقى عملت ايه يعني؟ عشان اسلوبك الزباله طيب ده. لقيت سندوتشين يعني فاضل منك وانت رايح الشغل قلت اديهم لها. المشكله فاضوا مني وانا رايح الشغل بتاعي الساعه 7 الصبح والساعه دلوقتي 3 العصر. يعني الاكل ده جلد. تمام. اللي انت بتعملي ده قله تربيه. انت ما شفتيش تربيه ببيت اهلك ولا ابوك عرف ربيكي ولا امك. طيب تشكر يا عبد. اشكر. ده كويس ان انا ما كسرتش عظمك. ياه، كنت عايز تمد ايدك عليا ولا ايه؟ لا مش همد ايدي عليكي. تمام. عشان هنا امي جزمتها فوق رقبتك او فوق دماغك زي ما بيقولوها. طيب ماشي ماشي. يعني. على دماغي جزمة الست الكل يا اخويا، على دماغي. ولا ست الكل غصب عنك. هي مش احسن من امك. امك لما تيجي من هنا بعد كده انا بقى احط لها الاكل البايت وشوف رد فعلك هيبقى ايه. خلاص ولا اكلم بقى ست الكل تيجي واحكي لها الموقف دوت. خلاص يا عبد. شوف رد فعلها ايه. انا اسفه والله، معلش حقك. اسفه؟ انا ما كنتش اقصد. انا قلت بدل ما الاكل يترمي يعني كان باقي، ما اقصدش. تعنيه اكله انا تاكلي انت العيال ياكلوه انما امي تعمل لها اكل جاهز صابح مش بايت مننا. حقك عليا، انا فعلا غلطانه والله. انت شفتي منها حاجه وحشه عشان تعملي كده؟ رد على طول عليا. دايما امك معاملتها معايا كويسه. يعني لو اقول لك ان هي بتحبني اكتر من امي ذات نفسها. مش يبقى ده رد فعلك على اللي هي بتعمله معاكي؟ انا فعلا غلطانه والله. طب انا مش هعمل كده تاني، اوعدك. شوفي اللي عندك في التلاجة ايه او في الفريزر وطلعي اعملي لامي منه. حاضر. ماشي. ما يتحطش عندنا. الاكل كله ينزل لامي تحت. حاضر يا عبد. ودي غلطة. خلاص انا اسفه. يلا. هو ايه اللي انا عملته ده؟ ما كانش ينفع اعمل كده. حماتي عمرها ما كانت وحشه معايا ودايما تتمنى لي الرضا رضا. انا اللي دايما وحشه معاها. معرفش انا كنت بعمل كده ليه او ايه السبب. انا خليت شكلي وحش قوي قدام جوزي. لا حول ولا قوه الا بالله. بس انا مش وحشه والله.